النهاردة هنتكلم عن الشخص الخبيث، وده بيظهر كتير في حياتنا. شخص كده متلاعب ومستغل وكذاب ودايما بيحب يسيطر، فلازم تكون عارف الصفات بتاعته وازاي تعرفه من أول نظرة وازاي تتعامل معاه. الصفات بتاعته ايه؟ أول حاجة ان هو بيظهر لك لطيف قوي قدامك، لكن من ورا ظهرك حاجة تانية. منافق درجة أولى، تلاقيه بيحاول دايما يظهر قدام الناس إنه طيب وحنين، بس تلاقي تصرفاته بتتحول وكلامه بيتغير. طيب كمان بيحب يتكلم قوي على الناس، ينشر الإشاعات ويسخن الأمور وبيقلل من اللي قدامه ويحب ينتقده كتير. الكذب ده عنده أساسي. الكذب مش مجرد كذبة بسيطة، لأ، كذبه في كل حكاياته، لازم يحرف كده الحقيقة ولازم يخلي كل حاجة ماشية حسب مصلحته. بيستغل دايما مشاعرك ونقطة ضعف. يا ويلك لو عرف عنك أي سر، أو لو حس مثلا إنك حساس أو عندك نقطة ضعف، ياه بيحب يستغلها عشان يتحكم فيك أو إنه يسيطر عليك. أناني ومصلحجي لأبعد الحدود، كل حاجة بيعملها عشان نفسه، حتى لو ده هيضر اللي حواليه ما عندوش أي مشكلة، لأنه ما بيحسش بالذنب أصلا، ولا بيحس إن هو حتى لو هو المسؤول عن المشاكل دي كلها ما عندوش أي مشكلة، ودايما بيحط 1000 مبرر. وبيحب دايما يشوف ان الناس اللي حواليه مش مرتاح او مش سعيده، لان كل ما بيشوفهم سعداء او مرتاحين ده بيسبب له مشاكل كتير جدا. بيعمل فوضى وخلافات، وبيحبش يحاسب نفسه لان دايما بيبرر لنفسه كل حاجه بيعملها، مندهوش تأنيب ضمير، فبالتالي طول الوقت شايف ان اللي هو عمله ده كان مبرر بتاعه، ان وجوده بيوترك، بيخليك دايما قلبك تحس ان في حاجه غلط كده. هو ما بيستحملش كلمة نقد واحدة، أي كلمة صريحة عن تصرفاته بتضايقه، وبيحاول يلف ويبرر لها بطريقة كده مبتكرة، ودايما مهما حصل بيحاول يسيطر على المحادثة ويخلق لك قصص وإن هو دايما هو اللي في الخلفية وإن مفيش حد زيه. فأنت عشان تعرفه من أول مرة شوف قلبك مرتاح وبيحس بإيه لما بيشوفه. هل بيحس بقلق وتوتر وبيحس إن في حاجة غلط جواه؟ اعرف ده. كمان شوفوا بيتعامل ازاي مع الناس، يعني هو بيتعامل ازاي مع الناس، مستغل وقاسي وكذاب وبيكلم عليهم، اعرف انه بيعمل كده برضه عليك مع الناس. ازاي بقى تتفاداه؟ اول حاجه انك تحافظ على المسافه اللي بينك وبينه، ما تدخلوش حياتك بسرعه، وخليك دايما محافظ على حدودك معاه، واوعى تحكي له على اسرارك لانه دايما بيحب يستغل نقطه ضعفك. فخلي حياتك الشخصيه لنفسك واوعى تثق فيه. خليك دايما واثق من نفسك، علشان خاطر هو دايما بيلعب على حته ضعف النفس، دايما يتلعب عليها، هي دي الضحيه بتاعته. فخليك دايما ثابت كده وواثق من نفسك على الاقل قدامه. كمان لو دخلت معاه في مواجهه لو اضطريت مش لازم تتعامل معاه، خليك هادي ومحدد قوي في كلامك علشان خاطر ما تديهوش فرصه انه يلعب عليك لعبه نفسيه. خلي ردود افعالك كده قصيره ومحدده من غير ما تتفاعل معه عاطفيا، علشان خاطر ما تسرهوش. كمان تثق في إحساسك الداخلي، إن أنت طالما حاسس إن في حاجة غلط يبقى عقلك بيحاول يقولك خد بالك إن في حاجة غلط معانا، فامشي ورا إحساسك. الشخص الخبيث مش دايما ظاهر، لكن علاماته موجودة دايما، كذبه والتلاعب بتاعه والاستغلال وحب السيطرة. حافظ على حدودك الشخصية وما تحاولش أبدا إنك تدخله في حياتك. الهدف إنك تحمي نفسك وتفضل مسيطر على حياتك ومشاعرك، مش إنك تحاول تغير شخص خبيث. دي مش قصتك خالص. اوعى تفتكر ان انت بتصرفاتك الكويسة او بالجمال اللي هتعملها معاك ان انت هتقدر تغيره، مستحيل. ده مش قصتك خالص، ولا ده رسالتك ان انت تغيره. انت قصتك انك تحمي نفسك وتفضل مسيطر على حياتك ومشاعرك، مش قصتك انك تغيره.